السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كراكم دايرين مشاهدين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. فيديو جديد ونهار جديد. اليوم جيت نشارك معكم واحد الصوبة اللي كتجي رائعة وكتجي زوينة وسهلة، والاهم لانها كتجي صحية وبنينة بزاف. نبداو بالمقادير وطريقة التحضير كما غتشوفوا معايا. نبداو بسم الله. هنا عندي الخضرة اللي غسلتها ونقيتها مزيان كما كتشوفوا. عندي القرعة الخضراء وعندي البطاطا، يعني جوج تقريبا واحد الحبه ديال القرعه الخضراء، وجوج حبات ديال البطاطا، جوج حبات ديال الخيزو، واحد الحبه كبيره شويه ديال البصله، وواحد الحبه ديال المطيشه اختياريه، وعندي تماك واحد المورصو ديال المكور. بالنسبه لهاد القرعه راه كبيره البنات، تقدروا ديروا حتى القرعه الحمراء كتجي زوينه، انا ما توفرتش عندي ما درتهاش. المهم الخضره اللي عندكم تقدروا ديروها. كندير في هاد الصوبه بعض المرات حتى الفلفله الحمراء، بعض المرات كندير كما قلت لكم القرعه الخضراء، كندير الثومه. المهم راه كتجي صحيه بهاد الخضيره. وغادي ندير حتى العدس الاحمر ديال الصوبه، حتى هو ندير واحد شويه، واحد جوج معالق تقريبا كبار ديال العدس الاحمر، اولا واحد نص كاس ديال العنبه. المهم القياس كيبقى على قد الافراد الاسره. انا كما كتشوفوا كنقطع الخضيره ديالي على هذا الشكل، يعني بالنسبه للتقطاع تقطعوا كما بغيتوا، لان الخضيره ديالنا كامله غادي نطحنوها. الا عندكم البنات شويه ديال الكرافس حتى هي ديروها، والقزبره المعدنوس حتى هي ديروا شويه شويه، كتجي زوينه، كتجي منسمه، وبالكرافس بالاخص كتجي حتى هي بنينه. المهم انا كنقطع الخضيره اللي عندي. حتى الثومه البنات راه كنديرها غير ما بانتش معايا هنايا في الفيديو. يعني هاد الصوبه غنديرها يعني بدون اللحوم، ولا بغيتو ديروا يعني الا عندكم الدجاج بغيتو ديروه. بالنسبه لي انا غندير غير الخضيره. كنقطع المكور، غادي نضيف كلشي كما كتشوفوا في الطنجره الضغط. عندي شويه ديال العدس كما قلت لكم الاحمر، غادي نغسلوه حتى هو، غادي نزيدو على هاد الخضيره. وباش كتجينا هاد الصوبه بنينه البنات راه كندير لها واحد الطريقه اللي هي كتجي رائعه وكتجي زوينه وكدير فرق كبير في الصراحه كما غادي تشوفوا معايا. وشكرا لكم بزاف على المشاهده، شكرا لكم بزاف على الكومونتيرات زوينين. كنتمنى يا ربي ما تنسونيش بلي لايك البنات ومشاهده الفيديو حتى الاخير فضلا وليس امرا. واللي باقي ما مشتركش كنقول له مرحبا بك والف مرحبا. اشترك ودير تفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد فضلا وليس امرا، والبارطاج مع الاحباب والاصدقاء. هنا كما كتشوفوا غسلت هاد شويه العدس مزيان، كنغسلوه حتى كنحيدو منه ديك كيبقى يطلق لينا يعني النشا ديالو، كنغسلوه مزيان. من بعد عاد كنديروه على الخضيره ديالنا. غندير شويه ديال الزيت، شويه ديال الملحه والعطريه. بالنسبه للعطريه الاختياريه البنات ديروا اللي بغيتو، يعني بغيتو ديروا العطريه ديروهم، بغيتو تكتفيو غير بالملحه وشويه ديال الكمون مع شويه ديال الكركم تقدروا. انا بالنسبه لي هنا درت شويه ديال الملحه، شويه ديال واحد شويه ديال الكمون، ماشي بزاف البنات. التحميره، الخرقوم، غندير القزبر يابس، واحد شويه ديال البزار، وغندير حتى واحد شويه البنات ديال العطريه ديال الدجاج، كتبقى اختياري، بغيتو تضيفوها ضيفوها، بغيتوش تضيفوها ما تضيفوهاش. غندير واحد مكعب ديال المرق حتى هو اختياري البنات. وغادي نضيفو بطبيعه الحال شويه ديال الزيت الزيتون ولا زيت المائده اللي متوفر عندكم البنات، ولكن كان احسن كنضيفو زيت الزيتون واحد المعلقه صافي، يعني ما كنضيفوش بزاف ديال الزيت. وغادي ندي هاد الخضيره ديالنا تشحر لينا مزيان، وهذا هو السر البنات اللي كيلعب واحد الدور كبير وكيدير واحد الفرق في الطعم، يعني في المذاق ديال هاد الصوبه. جربوها غتشوفوا. ملي كنشحروا هاد الخضيره ديالنا كنديروا فوق البوطه وكنخليها تشحر مزيان يعني كتنسم لينا ديك الخضيره بديك العطريه.
كتعطي واحد النكهه ديال يعني واحد الريحه كتطلع ديال الخضيره مع العطريه، كتكون زوينه ومميزه. المهم كنخلي الخضيره ديالي حتى كتشحر مزيان، من بعد عاد كنخوي الماء الكافي اللي غادي طيب لينا فيها الخضيره. بطبيعه الحال الخضيره ما كتاخذش وقت طويل، راه كطيب في واحد المده اللي هي تقريبا 10 دقائق. من بعد ما كتبدا الكوكوط كتصفر 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، ما كنفوتوش يعني الطياب ديالها، لان كما كنعرفوا الخضيره ما خصهاش تكون يعني طيبه بزاف في الصوبه. كنخليوها شويه تكون شاده في راسها. من بعد ما كطيب لينا هاد الخضيره كنحلوا عليها الكوكوط ديالنا، كنطحنوا الخضيره ديالنا اللي عندنا. من بعد ما كنطحنوها البنات راه كنردوها فوق البوطه واحد المده، يعني كتغلى لنا واحد شويه حتى كتحيد لينا ديك الكشكوشه. بطبيعه الحال كنذوقوا ونشوفوا يعني الا كان خصها الملح، كان خاصها شي حاجه كنزيدوها. هنا كما شفتوا هانتوما الخضيره ديالي راها طابت المده تقريبا البنات، راه هنا عندي غير شي 10 دقائق ماكسيموم، ما فتهاش، ولا تقدروا حتى 15 دقيقه ماشي مشكل. المهم ما تفوتوش البنات الوقت، يعني باش ما تطيبش وتهبط ديك الخضيره، كيتبدل اللون ديالها البنات الا طابت بزاف. هنا كما كتشوفوا رديتها البوطه ديالنا طيب واحد شويه، ماشي طيب البنات، غير كتغلى باش كتحيد منها واحد الكشكوشه كتطلقها باش كتجي النسمه ديالها زوينه وكتجي بنينه. وهذه هي الصوبه ديالنا البنات، من بعد ما طابت راه صدقوني كتجي بنينه، كتجي رائعه. كنرافقها بالحامض، يعني بواحد طرونشات ديال الحامض، راه كتجي بنينه بزاف. وحتى اللي ما كيشربش البنات الصوبه، انا متاكده لا ذاقوها بهذه الطريقه راه غادي يشربوها، غادي تعجبهم. شكرا لكم بزاف على المشاهده، شكرا لكم بزاف على الكومونتيرات الزوينين، جزاكم الله كل خير، الله يكبر بكم ولا يسر اموركم. وبطبيعه الحال ما ننساش نشكر مجموعتي اللي هي مجموعه الصدق والتعاون برئاسه الاخ اتوميكس فلوق، اللي كنبغي نقول له شكرا لك بزاف اخي اتوميكس على الدعم ديالك الصادق والمتواصل، جزاك الله كل خير، الله يكبر بك ولا يسر امورك يا رب. وما ننساش نشكر حتى المشرفات الصديقات، واللي باغي ينضم معنا مرحبا به والف مرحبا. كنقول له راه الدعم صادق ومجاني ومن فرنسا باجهزه ليا حقيقيه، جربوا وحكموا ما غتخسروا حتى شي حاجه. غادي تفرحوا ان شاء الله بقنواتكم، وراه كل يوم عندنا انجازات. دخلوا المنتدى ديال اخي اتوميكس وغادي تشوفوا الانجازات ديال المجموعه، وكنتمنى التوفيق يا ربي للجميع. واللي باغي ينضم معنا يخلي لي غير في الكومونتيرات ونحط له النمره ديال المشرفات. وبالتوفيق للجميع يا ربي والله يسهل على الجميع. هنا كما شفتوا هذه الصوبه ديالنا، كما شفتوا كنرافقها مع الحامض اللي هو كيعطيها واحد البنه زوينه. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم ويكون خفيف ظريف على قلوبكم. شكرا لكم بزاف المشاهده، والى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله باذن الله. خليكم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.